إنك خالفت. فقلت تشرفت برؤية الزهراء بعد خطاب طويل من علي الله سبحانه وتعالى به، فقالت لي بهذه العبارة: اذهب إلى ولدنا الوائلي. هذه العبارة أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الله. اذهب إلى ولدي الوائلي وقل له الآن يستطيع أن يعالج نساء أمتي بزيادة. هذا الكلام لم أقول له، قلت يا سيدتي لا يتحمله البعض. قالت اذهب إلى ولد الوالي فإن رضي فقل وإن لم يرضى فاسكت. فجئت حقيقة، أتيت للوالي، أتيت للشيخ. أنا قبل ذلك لم أفكر به، ولم أفكر ولم يخطر على بالي لحظة واحدة إني أقابله أو آتي إليه، لأن مسلكي حوزوي، تعمقت في المنطق والفلسفة فلا يقتضي ما يعمله حقيقة. لكن بفضل الله سبحانه جئت وقلت له وهو خاطبني كأنه كان معي. الله عرف لا تملقا، والله يعلم ما